السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هحضر معاكم صينية تاكو الدجاج بطريقة سهلة جدا. تابعوني الفيديو لحد الآخر عشان تشوفوا المكونات، وفي البداية بقول لكم ما تنسوش اللايك. الفيديو ده ان شاء الله هيعجبكم، وتعالوا ندخل على الوصفة من أولها. أول حاجة، من كل تابل نص معلقة بابريكا مدخنة وفلفل أسود وروزماري، وكمان معايا نص كيلو من الفراخ متقطع مكعبات، وكمان خبز التورتيلا انا مقطعاه دواير زي ما انتم شايفين، كلها مقاسات واحده. والخضار المشكل اللي انا هستخدمه الفلفل الالوان الاخضر والاصفر والاحمر، وشرايح من البصل، واخده بصلايه متوسطه ومقطعاها. حطيت هنا طاسة على النار، معلقتين كبار من الزيت، وبعد ما الزيت سخن كويس قوي هبتدي ان انا هجيب الفراخ اللي معانا، وهبتدي ان انا هنزلها في الطاسة بتاخد صدمة، وهوزع الفراخ كده، اوسعها كده من بعضيها عشان تاخد لون من تحت، وهسيبها لمدة 5 دقايق بالظبط. وبعد مدة 5 دقايق هبتدي ان انا هجيب التابل الاولاني وهو الفلفل الاسود هحطه عليها. بعد كده هبتدي ان انا اقلبها زي ما انتم شايفين لونها اتغير من الناحية التانية. وبعد كده الفيديو هنا كان اتقطع معايا، حطيت بعدها البابريكا والروزماري، وحطيت هنا الفلفل الالوان. طبعا حطيت الفراخ على جنب كده، وخليت الفلفل الالوان ان هو يدبل في قلب الطاسة. وفي الاخر خالص حطيت صوص الباربيكيو، وقلبت الفراخ مع الفلفل الالوان كله، وعايزه ان هو يتشرب ما يبقاش فيه ميه خالص. وفي الاخر خالص حطيت الملح عشان اظبط طعم الفراخ. هنا حطيت الصينية طبعا مدهونة زيت خفيف، وبدأت ان انا احشي الخبز التورتيلا بالفراخ كده، وبحط كل واحدة جنب التانية، وبحط كوبايتين عشان يسند الخبز من الجنب ده ومن الجنب دوت. وبعد كده في الاخر خالص حطيت خبز تورتيلا اكبر شوية مفتوح، وحطيت عليه الفراخ. وكمان في الاخر خالص بحط الجبنه الموزاريلا على كل خبز من خبز التاكو. وعشان بعد كده بعد ما بخلصه كله ان انا هحطه في الفرن. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يعمل لايك واشتراك، ويا ريت تشيروا الفيديو لكل اصحابكم عشان يشوفوا الفيديو معاكم. انا هنا هدخل الصينيه في الفرن، دخلتها، وبعد ما دخلتها استوت خلاص. شغلت عليها الفرن من تحت، وبعد كده شغلت عليها الشوايه. طبعا كل حاجه مستويه، وعايزه اوريكم الخبز بتاع التورتيلا ما بيتفتحش، بياخد نفس الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت، لان بيبقى النار بتخليه على نفس شكله كده، ما بيتفتحش خالص، بيبقى شكله كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واسيبكم واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.